السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفيني، معاكي اختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الفيديو. بصوا بقى، كنت جايبة كده كيلو بسلة من السوق، وكان الكيلو ب25 والاتنين ب35. نفسي اعرف ازاي. مش عارفة الراجل اللي بينصب علينا ولا احنا اللي مش فاهمين. المهم فرطتها كده زي ما انتوا شايفين. وهروح بقى اغسلها واقطع عليها كده جزرتين. ويلا بينا نعمل الغدا بدري بدري عشان الجو النهارده مطر جامد قوي في اسكندرية. فبصوا مش قادرة اقول لكم الساعة ديت بقت حاجة مش طبيعية. ايه المهم خلينا في الفيديو بتاعنا. حطيت حتة سمنة بلدي، وكان عندي بقى ايه شوية حتة ليا كده في التلاجة، برضو جبتها قطعت منها حتة. ونزلت بالبصلاية مفرومة في الكبة. بصوا بقى هقول لكم على حاجة، أنا بحب أفرم البصل فرم ناعم جدا، سواء في المحشي أو في أي نوع طبيخ. لأن عندي كرمة وكريم ما بياكلوش البصل، ولو لقوه في الأكل ما بياكلوش من الأكل. فأنا بضطر إن أنا أفرمه فرم ناعم خالص عشان ما يبانش يعني. بعد بقى ما البصلاية دبلت معايا كده، نزلت بالبسلة والجزر وهبتدي أشوح فيهم كده ايه تشويحة مظبوطة، فاهمين؟ اديهم كده تشويحة مظبوطة. التكاية دي كمان لو عملتيها وانت مطلعة البسلة من الفريزر بتفرق معاكي اوي. هنا بقى معايا الصلصة هي هنزل بيها. تمام. وخلاص على كده. يلا بينا نحط البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عبارة عن ايه: ملح، تمام، توم باودر، بصل باودر، كزبرة ناشفة، وكمون. وخلاص على كده، اهو زي ما انتوا شايفين. اه، وشوية فلفل اسمر. كده بهاراتنا تكون كملت زي ما انتوا شايفين. وبقى هنسيبها كده ايه تغلي كده وتستوي مع نفسها. واقوم اعمل الرز كمان شوية يكون كريم كان جاي من الدرس عشان يبقى سخن. هسيبها بقى تستوي كده مع نفسها واعمل الرز جنب بيتي. حطيت طبعا شوية شعرية كده، والرز مش محتاج وصفة ولا حاجة. انا بس بشارك معاكم اليوم بتاعي في الشتا الساقعة التلج ده. ويلا سيبكم مع الموسيقى. يكون غدانا خلص وزي ما انتوا شايفين. وحبيت بقى اعمل لهم حاجه تدفيهم في الجو التلج دوت. كنت ناقعه كوبايه رز كده حوالي نص ساعه، عشان انا طلعت في دماغي مره واحده يعني، مش كنتش محضره لها اصلا. تمام. والكاتل فيه ميه بتغلي فضيته كده برضو عليها. وهسيب بقى الرز بتاعي يغلي لحد ما يدوب خالص، وهعمل لهم شويه رز بلبن. الرز بلبن في الشتا دوت احنا بناكله سخن مش ساقع. يعني احنا بناكله اول ما بينزل من على النار عادي. وما بحطوش في التلاجة، بسيبه بره على الرخامة. اللي بيعوز بياخد طبق وبياكل، فاهمين؟ اكيد فاهمين يعني. المهم زي ما قلت لكم ما كنتش محضره له، فولعت عليه كده اتهرى معايا. وبعد ما اتهرى فضيت حوالي كيلو. اه كيلو لبن. كان كيلو، عشان بقول لكم انا قلت لكم اهو انا ما كنتش محضره. ماشي. جبت بقى السكر بتاعي كده وابتدي انزله احطه على اللبن يعني، وكيس نشا. المفروض ان انا مثلا بجيب له كريمه لباني، بس انا ما كنتش محضره له. بس انا لقيتهم سقعانين وعايزين ياكلوا حاجه حلوه تدفيهم، فعملته في المستعجل يعني. حتى جايبه ايه النشا اللي هي اللي من عند السوبر ماركت اهو. تمام. وهنزل بقى على الرز بلبن بالخلطه ديت كده. في تركايه بقى هعملها في الرز بلبن هتفرق فيه خالص، هتحسسك كده ان انتي بتاكلي رز، هتوديه في حته تانية. بس اصبري معايا هتشوفيها معايا دلوقتي.
هي دي بقى التركاية، معلقة سمنة بلدي هتفرق معاكي في الطعم وفي الريحة، وهتحسي ان انتي حاطة عليه كمية كريمة لباني مش معقولة، هتفرق معاكي في الريحة جامد اوي. بس اسمعي الكلام واعملي التركاية دي. تمام. اهو هتفضلي بقى تقلبي فيه كده لحد ما يستوي معانا، وبعد كده هغرفه في البولات اللي عندي واهوت. اللهم بارك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون خفيف على قلبكم، ويا رب اكون فدتكم بفكرة واحدة حتى من الفيديو. يومي بسيط وجميل زي ما انتوا شايفين، عدى بهدوء الحمد لله. اللهم بارك. والف هنا وشفا اللي كان ليه نصيب ياكل حاجة من الاكل الحلو دوت. ودلوقتي اقول لكم استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.